بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلاب سنة أولى إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ميعادنا مع مراجعة شهر نوفمبر. يا رب تبقى مراجعة نافعة ومفيدة للجميع بإذن الله. بالنسبة للدروس اللي علينا في شهر نوفمبر 4 دروس، 2 جغرافيا و2 تاريخ. بالنسبة للجغرافيا شكل الأرض وأبعادها والليل والنهار، والتاريخ الدولة الوسطى والدولة الحديثة. لو عجبتك المراجعة اشترك في القناة، فعل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد. أول سؤال معانا النهاردة هو سؤال اختر. قولوا معايا يا شباب. يقسم نقط سطح الأرض إلى نصفين متساويين، شرقي وغربي. أيوة برافو عليكم، خط جرينتش. إنما لو قال لك شمالي وجنوبي تقول له دائرة الاستواء. 2. يقدم المسافر ساعته إذا اتجه طبعا شرقا. أكبر دوائر العرض هي دائرة أيوة الاستواء. بيصغر حجم دوائر العرض كلما اتجهنا شمال أو جنوب. أيوة دائرة الاستواء. تتناقص دوائر العرض حتى تصبح نقطة عند أيوة القطبين. تنحرف الرياح يمين اتجاهها في نصف الكرة الأرضية. أيوة الشمالي. الجاذبية على سطح نقط تساوي سدس الجاذبية على سطح الأرض. أيوة برافو عليكم القمر. نتنقل بعد كده لصح وغلط. الأرض منبعجة عند القطبين ومفلطحة عند دائرة الاستواء. طبعا الإجابة غلط، العكس هو الصحيح. دائرة العرض التي تحيط بالكرة الأرضية دوائر وهمية. أيوة طبعا صح. الدائرة القطبية الشمالية أصغر من مدار الجدي في الاتساع. طبعا الإجابة صح. بيمثل خط جرينتش خط الطول الرئيسي. أيوة صح. التوقيت واحد في مدينتي القاهرة والخرطوم لأنهما على دائرة عرض واحدة. طبعا غلط، على خط طول واحد. يؤخر المسافر ساعته إذا اتجه شرقا. طبعا غلط، إذا اتجه غربا. تفيد دوائر العرض في تقسيم الكرة الأرضية إلى مناطق حرارية. طبعا الإجابة صح. الجهات الشرقية من الكرة الأرضية تسبق الجهات الغربية في التوقيت. طبعا الإجابة صح. يصل محور الأرض بين القطبين الشمالي والجنوبي. طبعا صح. يميل محور الأرض عن الخط العمودي بزاوية مقدارها 23.5 درجة. طبعا الإجابة صح. يتعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول الشمس. طبعا غلط، حول نفسها أو محورها. ينتج عن الحركة اليومية للأرض حدوث ظاهرة الشروق والغروب. طبعا الإجابة صح. تنحرف الرياح يسار اتجاهها في النصف الشمالي للأرض. الإجابة غلط، يمين اتجاهها في النصف الشمالي ويسار اتجاهها في النصف الجنوبي. نتنقل بعد كده لسؤال اكتب ما تشير. خطوط وهمية عبارة عن أنصاف دوائر بتبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي وعددها 360 خط. أيوة برافو عليكم، خطوط الطول. دوائر وهمية أفقية تحيط بالكرة الأرضية وعددها 180 دائرة. طبعا دوائر العرض. دائرة عرض بتبعد عن دائرة الاستواء جنوبا بمقدار 66.5 درجة. طبعا الدائرة القطبية الجنوبية. نقطة بتقع في جنوب الكرة الأرضية نقطة ودرجتها 90 جنوبا. طبعا نقطة القطب الجنوبي. دوران الأرض حول نفسها أو محورها أمام الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة. الإجابة الدورة اليومية. طب دوران الأرض حول الشمس من الغرب إلى الشرق مرة كل 365 يوم وربع من الغرب إلى الشرق. طبعا الدورة السنوية. خط وهمي يصل بين القطبين الشمالي والجنوبي ويمر بمركز الأرض وبيميل عن الخط العمودي بزاوية مقدارها 23.5 درجة. طبعا الإجابة محور الأرض. نتنقل بعد كده لسؤال بما تفسر. بما تفسر الأرض ليست كروية الشكل تماما.
هتقول له لأن القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي، فأصبحت منبعجة عند دائرة الاستواء ومفلطحة عند القطبين. بما تفسر أهمية خطوط الطول. هتقول له تحديد الموقع على سطح الأرض شرقا وغربا، وتحديد الزمن وفروق التوقيت. بما تفسر تسمية خط جرينتش بهذا الاسم. هتقول نسبة لبلدة جرينتش التي تقع جنوب لندن، والتي عقد بها مؤتمر جغرافي عام 1884 لتحديد خط الطول الرئيسي. بما تفسر تسبق مدينة القاهرة مدينة تونس في التوقيت. الإجابة لأن القاهرة تقع شرق تونس. بما تفسر الأجزاء الشرقية من الأرض بتسبق الأجزاء الغربية في التوقيت. طبعا هتقول بسبب دوران الأرض من الغرب إلى الشرق أمام الشمس مرة كل 24 ساعة، لذلك تسقط أشعة الشمس على الأماكن الواقعة شرقا قبل الأماكن الواقعة غربا. بما تفسر أهمية دوائر العرض. هتقول تحديد الموقع على سطح الأرض شمالا وجنوبا، وتشترك مع خطوط الطول فتحديد مواقع المدن والبلدان، وكمان بتقسم الأرض إلى أقاليم مناخية أو مناطق حرارية. أهمية دوائر العرض قلناها يا شباب. طيب حدوث ظاهرة الليل والنهار، هنقول بسبب الشكل الكروي للأرض وبسبب الدورة اليومية. طب بما تفسر حدوث ظاهرة الشروق والغروب، هنقول بسبب الدورة اليومية أو بسبب دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة. بما تفسر انحراف الأجسام الساقطة على سطح الأرض عن الخط العمودي، برضه هتقول بسبب الدورة اليومية أو بسبب دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق مرة كل 24 ساعة. طب بما تفسر عدم شعور سكان الأرض بحركتها ولا تنفصل الأشياء عنها أثناء الدوران عشان سببين، بسبب الجاذبية الأرضية وانتظام سرعة دوران الأرض. طب بما تفسر اختلاف درجة الحرارة على سطح الأرض من مكان لآخر، هنقول بسبب اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض، فتكون عمودية في مناطق فتكون شديدة الحرارة، ومائلة في مناطق أخرى فتكون أقل حرارة. نتنقل بعد كده لسؤال ما النتائج؟ ما النتائج المترتبة على الشكل الكروي للأرض؟ هنقول اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض واختلاف درجات الحرارة. طب ما النتائج المترتبة على زيادة طول القطر الاستوائي عن القطر القطبي؟ هتقول أصبحت الأرض كرة غير كاملة الاستدارة ومنبعجة عند الاستواء ومفلطحة عند القطبين. طب ما النتائج المترتبة على وقوع مدينتي القاهرة والخرطوم على خط طول واحد؟ هنقول تتفق في التوقيت. طب دوران الأرض حول الشمس كل 365 يوم وربع؟ هنقول تعاقب فصول السنة الأربعة. طب ما النتائج المترتبة على الجاذبية الأرضية وانتظام سرعة دوران الأرض حول نفسها؟ الإجابة سهلة، هنقول عدم الشعور بدوران الأرض. طب ما النتائج المترتبة على اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس على سطح الأرض؟ هنقول اختلاف درجات الحرارة، تنوع المناخ، وبالتالي تنوع النبات وتنوع الكائنات الحية والبيئات. ماذا يحدث إذا كانت الأرض مسطحة وليست كروية؟ هتقول لسقطت أشعة الشمس على سطح الأرض كلها في وقت واحد، وثبات درجات الحرارة وعدم تنوع المناخ والنبات والكائنات الحية والبيئات. طب ماذا يحدث إذا تساوى طول القطر الاستوائي مع القطر القطبي؟ أيوة، هنقول أصبحت الأرض كرة كاملة الاستدارة. طب ماذا يحدث إذا ظلت الكرة الأرضية ثابتة لا تدور حول محورها؟ دي سهلة، هتقول عدم تعاقب الليل والنهار، عدم حدوث الشروق والغروب، عدم انحراف الأجسام الساقطة على سطح الأرض عن الخط العمودي، عدم انحراف الرياح يمين اتجاهها في النصف الشمالي ولا يسار اتجاهها في النصف الجنوبي. طب ماذا يحدث إذا كانت جاذبية الأرض تعادل جاذبية القمر؟ هتقول سيطير الإنسان عند بذل أقل مجهود. طب ماذا يحدث إذا كانت جاذبية الأرض مثل جاذبية المشتري؟ هتقول سيلتصق الإنسان بالأرض
ولن يستطيع الحركة. نتنقل بعد كده لشكل توضيحي. أمامك شكل توضيحي لاحظه جيدا ثم أجب. 1 دائرة عرض، دائرة عرض الموجودة في النص دي دائرة عرض الإيه؟ أيوه برافو عليكم، دائرة عرض الاستواء، وتقع عند درجة طبعا 0. رقم 2 الدائرة اللي فوق دي أيوه مدار السرطان ودرجته 23.5 شمال. إنما لو شاور لك على دائرة العرض دي اللي تحت دي مدار الجدي ودرجته برضه 23.5 بس جنوب. 3 الدائرة أيوه الدائرة القطبية الجنوبية ودرجتها 66.5 جنوب. إنما لو شاور لك على اللي فوق دي هتقول له الدائرة القطبية الشمالية ودرجتها 66.5 شمال. 4 نقطة القطب أيوه الجنوبي ودرجته 90 جنوب. لو شاور لك برضه على النقطة اللي فوق دي هتقول له نقطة القطب الشمالي ودرجتها 90 شمالا. كده خلصنا الجغرافيا وهنخش على التاريخ. وأول سؤال معنا في التاريخ هو سؤال أكمل. شيد الملك نقط قلعتي قمنة وسمنة. أيوة الملك سنوسرت الثالث. أنشأ الملك أمنمحات الثالث نقط للاستفادة منه في تنظيم شؤون الري. أيوة سد اللاهون. قام الملك مين ببناء معبد اللابرنت الضخم اللي هو قصر التيه. أيوة ملك أمنمحات الثالث. تمكن الملك مين من طرد الهكسوس من مصر. أيوة الملك أحمس. غير ملك أمنحتب الرابع اسمه إلى أيوة إخناتون. أعاد مين حفر قناة سيزوستريس. أيوة الملك ناخاو. قام نقط بالفتح الإسلامي لمصر وطرد الرومان منها طبعا القائد عمرو بن العاص. نتنقل بعد كده لسؤال اختر. يطلق اسم عصر الرخاء الاقتصادي على أيوة الدولة الوسطى. كان الملك مين وزير لآخر ملوك الأسرة ال11 وأعلن نفسه ملك على البلاد عام 2000 قبل الميلاد. طبعا الإجابة أمنمحات الأول. كانت عاصمة مصر خلال عصر الأسرة ال11 مدينة أيوة مدينة طيبة. ولما تولى أمنمحات الأول الحكم نقل العاصمة من طيبة إلى أستاوي. بنى الملك أمنمحات الأول أسوار أمنمحات المبجل لحماية مصر من خطر أيوة النوبيين لأنه بناها في بلاد النوبة. قام الملك مين بحفر قناة سيزوستريس. أيوة سنوسرت الثالث. قامت الملكة مين بدور مهم في طرد الهكسوس من مصر حيث شجعت ابنها أيوة الملكة أياح حتب. يطلق اسم عصر المجد الحربي على أيوة الدولة الحديثة. تربعت الملكة مين على عرش مصر مدة تزيد عن 20 سنة. أيوة ملكة حتشبسوت. نادى الملك مين بعبادة إله واحد سماه آتون. أيوة ملك أمنحتب الرابع أو إخناتون. أرسلت الملكة حتشبسوت رحلتين تجاريتين إلى بلاد أيوة بلاد بونت لجلب البخور والعاج والأحجار الكريمة وجلد الأسود. أول من اخترع حرب المفاجأة أو المداهمة طبعا الملك تحتمس الثالث. ثبت الملك مين حكم مصر في بلاد النوبة أيوة تحتمس الثالث. يعد الملك مين هو مؤسس الأسرة 26 أيوة المسماتك الأول. قام الملك رمسيس الثالث بهزيمة مين عند مدينة رفح أيوة شعوب البحر المتوسط. خاض الملك مين معركة قادش ضد الحيثيين أيوة الملك رمسيس الثاني وانتهت بهزيمة الحيثيين وتوقيع معاهدة سلام. احتلوا مصر عام 525 قبل الميلاد واستمروا يحكمون البلاد حتى الأسرة 30 طبعا الإجابة الفرس. نجح الملك إبسماتك الأول في طرد مين من مصر أيوة الآشوريين. نتنقل بعد كده نوعية تانية من الأسئلة وهي أسئلة صح ولا غلط. يعرف عصر الدولة الحديثة بعصر الرخاء الاقتصادي. الإجابة غلط، ده عصر الدولة الوسطى. أما الدولة الحديثة اسمه المجد الحربي.
أنشأ الملك أمنمحات الأول قصر التيه، لا غلط، أمنمحات الثالث. شيد الملك أمنمحات الثالث أسوار أمنمحات المبجل في بلاد النوبة، طبعا غلط، ده أمنمحات الأول. اهتم الملك أمنمحات الثالث بشؤون الري، أيوة طبعا، لما عمل سد اللاهون وعمل مقياس على النيل. انتهى عصر الرخاء الاقتصادي اللي هي الدولة الوسطى بانتهاء الأسرة الثانية عشر، طبعا الإجابة صح، لأن الدولة الوسطى شملت الأسرات 11 و12. احترم الهكسوس عادات وتقاليد المصريين، طبعا الإجابة غلط. شجعت الملكة آياه حتب ابنها أحمس على محاربة الهكسوس، طبعا الإجابة صح. امتدت الإمبراطورية المصرية في عهد الدولة الحديثة في آسيا وأوروبا، طبعا غلط، آسيا وأفريقيا. تميز عهد الملكة حتشبسوت بالرخاء والسلام، طبعا صح. نجح الملك تحتمس الثالث في هزيمة أمير قادش في معركة مجدو، أيوة صح. نادى إخناتون بعبادة إله واحد، رمز له برمز قرص الشمس، أيوة صح. اهتم الملك أمنحتب الرابع بأمور الحرب والسياسة، غلط، اهتم بالدين والعبادة. أتم الملك رمسيس الثاني بناء بهو الأعمدة في معبد الكرنك، طبعا الإجابة صح. انتصر الملك رمسيس الثالث على الليبيين عند رفح، طبعا الإجابة غلط، انتصر على شعوب البحر المتوسط. بيعد رمسيس الثالث المؤسس الحقيقي للأسرة العشرين وآخر ملوك الفراعنة العظام، أيوة صح. بيطلق على الفترة اللي أعقبت سقوط الدولة الحديثة اسم العصر المتأخر، طبعا الإجابة صح. كانت مدينة طيبة مركز للمقاومة ضد الاحتلال الأجنبي في العصر المتأخر، طبعا الإجابة غلط. أرسل الملك ناخاو بعثة من المصريين للدوران حول إفريقيا، طبعا غلط، من الفينيقيين مش المصريين. تم الفتح الإسلامي لمصر عام 641 ميلادية، طبعا الإجابة صح. هنتنقل بعد كده لسؤال صوب. قاد أمراء منف حركة الكفاح ضد الهكسوس، طبعا طيبة. شجعت الملكة حتشبسوت ابنها على محاربة الهكسوس، طبعا لأ، آياه حتب. كان من عوامل انتصار الهكسوس على المصريين استخدامهم الرماح، طبعا غلط، العجلات الحربية. يعد الملك نعرمر مؤسس الدولة الحديثة، لأ غلط، أحمس. تزوج الملك أمنحتب الرابع من الملكة حتشبسوت، طبعا لأ، نفرتيتي. أنقذت منظمة اليونيسيف معبد أبو سمبل، طبعا لأ، اليونسكو. اكتشفت مقبرة الملك إخناتون عام 1922، طبعا لأ، توت عنخ آمون. هزم الملك رمسيس الثالث شعوب البحر المتوسط التي هاجمت مصر برا عند وادي النطرون، طبعا الإجابة غلط، عند رفح. انتهى عصر الدولة الحديثة بزيادة نفوذ حكام الأقاليم، طبعا غلط، بزيادة نفوذ الكهنة. نتنقل بعد كده لأكتب ما تشير. أقدم طريق مائي يصل بين البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل، طبعا قناة سيزوستريس. قبائل بدوية وفدت من آسيا عن طريق فلسطين، وأطلق المصريون القدماء عليهم الملوك الرعاة، طبعا الهكسوس. دولة كبيرة مترامية الأطراف بتسيطر على أراضي وشعوب متعددة بفضل قوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية، طبعا الإجابة إمبراطورية. مدينة اتخذها الملك أمنحتب الرابع عاصمة لمصر، هتقول إخناتون، أخيتاتون. هيئة دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومسؤولة عن التربية والعلوم والثقافة، هنقول اليونسكو. هنتنقل بعد كده لسؤال انسب. شيد قلعتي قمنة وسنة، قلناها سنوسرت الثالث. حفر قناة سيزوستريس لتصل بين البحر الأحمر والمتوسط، سنوسرت الثالث. بنى معبد اللابرنت وهرم في هوارة بالفيوم، أمنمحات الثالث. طرد الهكسوس من مصر، أحمس.
قاد المرحلة الأولى من حرب التحرير وقتل وهو يحارب الهكسوس، طبعا سقن رع. أقامت مسلتين شاهقتين في معبد الكرنك الملكة حتشبسوت. وطد نفوذ مصر في كل من فلسطين وسوريا تحتمس الثالث. انتصر على أمير قادش في معركة مجدو، تحتمس الثالث. عقد معاهدة سلام مع الحيثيين، رمسيس الثاني. أول من قام بثورة دينية لعبادة إله واحد في مصر القديمة الملك إخناتون أو أمنحتب الرابع. بنى مدينة أخيتاتون واتخذها عاصمة لدولته، طبعا إخناتون أو أمنحتب الرابع. أعاد عاصمة مصر إلى طيبة، كما أعاد لعبادة الإله آمون مكانتها، طبعا توت عنخ آمون. انتصر على شعوب البحر المتوسط عند رفح، رمسيس الثالث. هزم الليبيين عند وادي النطرون، رمسيس الثالث. أسس الأسرة 26 وطرد الآشوريين من مصر، طبعا الإجابة إبسمتك الأول. أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول إفريقيا، هنقول الملك ناخاو. أعاد حفر قناة سيزوستريس، برضه ناخاو. نتنقل بعد كده لسؤال بما تفسر. بما تفسر يطلق على عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي، هتقول بسبب اهتمام ملوكها بإقامة العديد من المشروعات في مختلف المجالات. بما تفسر حفر قناة سيزوستريس للربط أو للتوصيل بين البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل. إقامة أمنمحات الثالث مقياسا على النيل عند الجندل الثاني، هتقول لتحديد الضرائب والمساحة المزروعة. إنشاء أمنمحات الثالث سد اللاهون، هنقول لتنظيم شؤون الري والتوسع في الزراعة. ضعف وسقوط الدولة الوسطى، هتقول ضعف الحكام بعد أمنمحات الثالث والصراع بين حكام الأقاليم أنفسهم وبينهم وبين القصر الملكي. نجاح الهكسوس في احتلال مصر بسهولة، الإجابة ضعف البلاد وانتشار الفوضى، كثرة عدد الهكسوس، تفوق الهكسوس من الناحية الحربية واستخدامهم العجلات الحربية. أطلق المصريون القدماء على الهكسوس الملوك الرعاة لأنهم احتلوا البلاد دون وجه حق. كراهية المصريين للهكسوس، هنقول لأنهم أساءوا معاملة المصريين حيث فرضوا الضرائب، خربوا المعابد، سيطروا على البلاد عن طريق البناء، القلاع والحصون. نجاح أحمس في طرد الهكسوس من مصر لأنه كون جيشا قويا مزودا بالعجلات الحربية. يطلق على عصر الدولة الحديثة عصر المجد الحربي، هنقول بسبب اهتمام ملوكها باتساع ملكهم، فخاضوا العديد من المعارك وحققوا انتصارات كبيرة على أعدائهم مثل الهكسوس والحيثيين، وكونوا أقدم إمبراطورية في التاريخ. بما تفسر يعد الملك تحتمس الثالث أعظم ملوك مصر الفرعونية، هتقول لأنه كون أقدم إمبراطورية في التاريخ، قسم الجيش إلى قلب وجناحين، اخترع حرب المفاجأة، وطد نفوذ مصر في بلاد فلسطين وسوريا، وثبت نفوذ مصر في بلاد النوبة. بما تفسر شهرة الملك توت عنخ آمون، ده سؤال مهم جدا، هنقول بسبب اكتشاف مقبرته كاملة عام 1922 والتي تدل محتوياتها على عظمة الفن المصري القديم الذي أبهر العالم كله. بما تفسر يعتبر الملك رمسيس الثاني بطل حرب وسلام، هتقول لأنه بعدما انتصر على الحيثيين في معركة قادش عقد معهم أقدم معاهدة سلام في التاريخ. بيعتبر الملك رمسيس الثالث آخر ملوك الفراعنة العظام، هتقول لأنه أزال عن مصر خطر لا يقل في شدته عن خطر الهكسوس، فقد نجح في هزيمة شعوب البحر المتوسط بريا عند رفح وبحريا عند مصب نهر النيل الغربي، وتصدى للليبيين وهزمهم عند وادي النطرون. بما تفسر سقوط الدولة الحديثة بسبب ضعف الملوك بعد رمسيس الثالث وزيادة نفوذ الكهنة. بما تفسر اهتمام بسمتك الأول بتكوين جيش قوي، هنقول لطرد الآشوريين من مصر. سؤال: ما النتائج؟
ما النتائج المترتبة على حفر قناة سيزوستريس؟ هنقول زيادة الصلات التجارية مع فلسطين، سوريا، جزر البحر المتوسط، وبلاد بونت اللي هي الصومال حاليا. ما النتائج المترتبة على إنشاء قلعتي قمنة وسمنة؟ هنقول تأمين حدود مصر الجنوبية، إقامة سد اللاهون، تنظيم شؤون الري والتوسع في الزراعة. ضعف ملوك الدولة الوسطى بعد أمنمحات الثالث؟ هتقول ترتب عليها ضعف وسقوط الدولة الوسطى. إساءة الهكسوس معاملة المصريين؟ هنقول كراهية المصريين لحكم الهكسوس. اهتمام ملوك الدولة الحديثة باتساع ملكهم؟ هتقول خاضوا العديد من المعارك وحققوا انتصارات كبيرة على أعدائهم وكونوا أقدم إمبراطورية في التاريخ، وسمي عصرهم بالعصر المجد الحربي. النتائج المترتبة على معركة مجدو: انتصار تحتمس الثالث على أمير قادش. ثورة إخناتون الدينية؟ هتقول صار ضده كهنة الإله آمون وكهنة الآلهة الأخرى. ما النتائج المترتبة على تولي توت عنخ آمون حكم البلاد؟ هنقول أعاد عاصمة البلاد إلى طيبة مرة أخرى، وأعاد إلى عبادة الإله آمون مكانتها. ما النتائج المترتبة على توقيع معاهدة سلام بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين؟ هتقول وقف الحرب بين رمسيس الثاني ورمسيس الثاني والحيثيين، وبدأ رمسيس الثاني يتفرغ لأعماله العمرانية. من النتائج المترتبة على غزو الفرس لمصر عام 525؟ هنقول أسقطوا الأسرة 26 وظلوا يحكمون مصر حتى الأسرة 30 وانتهى العصر الفرعوني. آخر سؤال معنا النهاردة هو سؤال دلل. شهدت البلاد نهضة شاملة في مختلف المجالات في عصر الدولة الوسطى؟ هتقول حيث نهضت الزراعة والصناعة والتجارة وحفرت قناة سيزوستريس. ده اللي يعتبر عصر الملك أمنمحات الثالث العصر الذهبي للزراعة؟ هتقول لأنه أنشأ مقياسا على النيل وأنشأ سد اللاهون. ده اللي تأثر الهكسوس بالحضارة المصرية القديمة؟ هتقول لأنهم تلقبوا بألقاب مصرية، لبسوا ملابس المصريين، تحدثوا بلغة المصريين. ده اللي لعبت الملكة آيا حتب دورا مهما في طرد الهكسوس؟ هتقول حيث شجعت ابنها أحمس على طرد الهكسوس بعد استشهاد زوجها سقن رع وابنها الأكبر كانوس. أقامت الملكة حتشبسوت علاقات تجارية مع الدول المجاورة؟ الدليل حيث أرسلت بعثتين تجاريتين إلى بلاد بونت. يعد الملك تحتمس الثالث عقلية إدارية متميزة؟ هتقول حيث أحضر أبناء الأقاليم الآسيوية ليتعلموا في مصر حتى يشبوا أي يتربوا على الولاء والانتماء لمصر. دلل اختلفت اهتمامات الملك أمنحتب الرابع عن بقية الملوك الذين سبقوه؟ هنقول حيث اهتم بالدين والعبادة. دلل يعد الملك رمسيس الثاني رجل سلام؟ هنقول لأنه عقد مع الحيثيين أقدم معاهدة سلام في التاريخ بعدما انتصر عليهم في معركة قادش. دلل اهتم الملك رمسيس الثاني بالأعمال العمرانية؟ هتقول حيث أنشأ 6 معابد أشهرها معبد أبو سمبل، أتم بهو الأعمدة بمعبد الكرنك، أنشأ العديد من المسلات ما زالت إحداها موجودة في الأقصر والأخرى في باريس عاصمة فرنسا. استرد الملك إبسمتك الأول لمصر حريتها واستقلالها؟ هتقول حيث نجح في طرد الآشوريين من مصر وضم إقليم منف إلى حكمه. دلل تميز عهد الملك ناخاو بالكشوف الجغرافية؟ هنقول حيث أرسل بعثة من الفينيقيين للدوران حول إفريقيا استغرقت 3 سنوات. وبكده يا شباب أكون خلصت المراجعة، يا رب تكونوا استفدتوا، بالتوفيق للجميع. ولو عجبك الدرس اشترك في القناة وفعل الإشعارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.